بدأ العد التنازلي، واقترب الموعد الذي تنتظره جماهير الخضر في كل أنحاء العالم. المنتخب الجزائري يستعد لرحلة جديدة نحو المجد الإفريقي، وهذه المرة في أرض المغرب، حيث تنتظره مواجهات نارية في الدور الأول من كأس إفريقيا للأمم. في هذا التقرير نتابع معكم تفاصيل البرنامج الكامل لمباريات المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات الكان المقبلة، والتي ستكون موعدا جديدا للأمل والتحدي. كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم فاف عن برنامج مباريات المنتخب الوطني في الدور الأول من نهائيات كأس إفريقيا للأمم، المقرر انطلاقها بالمغرب شهر ديسمبر المقبل. وسيستهل المنتخب الوطني مشواره في هذه المنافسة بمواجهة منتخب السودان يوم الأربعاء 24 من شهر ديسمبر سنة 2025 بداية من الساعة 4 عصرا. وفي الجولة الثانية سيواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب بوركينا فاسو يوم الأحد 28 من الشهر ذاته ابتداء من الساعة 6:30 مساء. أما المباراة الثالثة فستجمع المنتخب الجزائري بمنتخب غينيا الاستوائية يوم الأربعاء 31 من ديسمبر على الساعة 5 مساء. مباريات المنتخب الوطني الثلاث في دور المجموعات سيحتضنها ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، الذي سيكون على موعد مع حضور جماهيري كبير متوقع، خاصة بعد أن كشفت التقارير الإعلامية أن الدفعة الأولى من التذاكر قد نفذت بالكامل، ما يؤكد الحضور القوي والمساندة الكبيرة التي سيحظى بها الخضر في هذه النسخة المنتظرة من العرس الإفريقي. المنتخب الجزائري يدخل هذه النسخة من كأس إفريقيا للأمم وعينه على محو الذكريات السيئة التي رافقته في النسختين السابقتين، بعد أن ودع المنافسة مبكرا من الدور الأول في عهد المدرب جمال بلماضي، وهي فترة حملت في بدايتها الكثير من اللحظات الجميلة والإنجازات قبل أن تتحول إلى خيبات متتالية خيبت آمال الجماهير. اليوم الجماهير الجزائرية تنتظر من جيل جديد أن يعيد البسمة ويثبت أن الخضر ما زالوا رقما صعبا في القارة الإفريقية. ومع الحماس الكبير والتفاف الأنصار من داخل الوطن وخارجه، تبقى الآمال معلقة على منتخب يقاتل من أجل رفع الراية الوطنية عاليا. وفي الختام يبقى السؤال المطروح: ما رأيكم في حظوظ المنتخب الجزائري في هذه المجموعة؟ وهل سيتمكن الخضر من العودة بقوة وتحقيق حلم الملايين في التتويج الإفريقي من جديد؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.